طبعا يا شباب، انا جايب لكم تحديث رائع جدا جدا النهارده لنسخه ار سي او 3 دي. يعني حضرتك لو فاتح نسخه ار سي او فاتح نسخه 3 دي، النسخه ديت المدمجه بنفس رقمك المحظور بدون ربط. يعني بتحط الرقم بتاعك، بيجي لك كود، الكود بتحطه خلاص، انت بتقدر تستخدم الواتساب بنفس رقمك المحظور وبدون ربط الجهاز، يعني بدون انك تحتاج لواتساب رسمي او تربط واتساب رسمي. يعني بتحط الرقم، بيجي لك كود، بتبدا الواتساب يشتغل معاك على طول بسهوله جدا جدا. فانا جايب لك النهارده التحديث بتاع، يعني عشان محدش يدخل يقول لي احنا حاولنا نربط بالنسخه دي، حاولنا نعمل بالنسخه دي. النسخه دي تحديث للناس اللي هي فاتحه نسخه ار سي بنفس رقم المحظور بدون ربط، او فاتحه 3 دي بنفس رقمها المحظور بدون ربط. ده تحديث ليها فقط. اما حضرتك لو مش فاتح ار سي ولا فاتح 3 دي، فخلاص التحديث ده ملوش اي 30 لازمه معاك. اتفقنا؟ تمام. طيب تعالى نتعرف على التحديث الجديد. طبعا انا جايب لك التحديث الجديد. لو انت زي ما قلنا كده، بكرر كلامي تاني، فاتح ار سي او فاتح 3 دي، فالتحديث الجديد مجرد ان انت هتضغط وتبدا تحدثه، هيبدا ينزل معاك نسخه جي بي واتساب، جي بي عبد الله. تمام. تعال نتعرف كده على نسخه جي بي عبد الله. هنضغط عليها بالشكل ده كده. تمام. هنضغط على الثلاث نقاط هنا، تحديث جي بي واتساب. لو ضغطت عليه كده هنا بيقول لك ايه؟ تحديث جي بي واتساب من اليوتيوب. لو ضغطت كده حضرتك هيبدأ يدخلك على قناتي على اليوتيوب. تقدر تتابع قناة اليوتيوب عشان لو في أي تحديثات جديدة نزلت هتقدر تشوف الفيديوهات بتاعتها في قناتنا على اليوتيوب. هنرجع خطوة خطوة كمان، هنضغط على الثلاث نقاط ونقول تحديث جي بي واتساب. هنا تحديث من قناة التليجرام. لو ضغطت كده هيبدأ يدخلك على قناتي على التليجرام، قناة لازم أنجح. تمام، قناة لازم أنجح يا شباب. هيبدأ يحولك عليها على طول. هتبدأ ايه؟ تتابع برضو التحديثات الجديدة او الواتساب الجديد او النسخ الجديدة اللي احنا دايما بنشرحها وبننزل الملفات بتاعتها او التطبيقات على قناتنا على التليجرام، او كمان بنحط الفيديوهات على قناتنا على التليجرام. هنرجع خطوة خطوة كمان، هنضغط على الثلاث نقاط وهنجيب اضافات جي بي عبد الله. هنجيب الحماية والخصوصية. هنا طبعا زي ما انتم شايفين دي كلها مميزات اهي، تقدر تتابع المميزات. طبعا انا عشان وقت الفيديو مش هقدر اشرح ده كله، ولكن انت تقدر تتابع، ولكن هوريك بس بعض الحاجات البسيطة والكلام ده كله. تمام. بعد كده هنرجع خطوة ونضغط على الشاشة الرئيسية. بعد كده نجيب البار العلوي. بص كده على الشريط تحت اللي هو فيه الدردشات والمجموعة والمستجدات والمكالمات والمجتمع. لو ضغطنا على ستايل بار التنقل وحددنا كده هتلاقيه بيتغير معاك زي ما انت شايف بالشكل الجميل ده كده اهو. ركزوا كده يا شباب اهو، بالظبط كده زي ما انتم شايفين اهو. يعني حاجة عالمية بجد. تمام. هنضغط تاني على ستار بار التنقل ونجيب اي حاجة مثلا والكلام ده كله. طيب هنرجع تاني خطوة. بعد ما رجعنا خطوة هنبدأ ننزل على مؤثرات التنقيل. هنبدأ نضغط عليها كده ونضغط على مؤثرات السقوط. تمام. هنبدأ نفعل بالشكل ده كده. هنا بيقول لك ايه؟ السقوط الكائنات. لو ضغطت كده تقدر تحط اي كائن ينزل على الشاشة الرئيسية بتاعة الواتساب. لو حددنا على ده كده فالشاشة الرئيسية هيبدأ يسقط من عليها القلب اللي احنا او الوردة اللي احنا اخترناها. بعد كده هنعلي الكثافة وهنعلي السرعة، ان الكثافة تبقى كتيرة قوي ويجري بسرعة معانا. برضو هنيجي عند الشاشة شاشة المحادثة وهنحدد كده ونجيب صوت الكائنات. ممكن مثلا نختار القلب. تمام. بعد ما اخترنا القلب هنبدأ برضو نعلي الكثافة والسرعة برضو. تمام. هنرجع كده خطوة، هنرجع خطوة كمان، هنرجع خطوة كمان. هنفتح الواتساب جي بي. زي ما انتم شايفين الجمال، الورد بينزل بطريقة جميلة جدا وممتازة جدا. طيب لو ضغطنا كده تمام، شوفوا بقى القلوب هتبدأ تنزل معاكم. طيب تقدر تثبت النسخة دي ازاي؟ هنرجع كده خطوة. تمام. وهنيجي طبعا النسخة دي انا سيبها لك على قناتي على التليجرام. يعني النسخة ديت هسيبها لك في قناتي على التليجرام. تمام. طيب هنضغط على قناة التليجرام او على التليجرام عامة. طبعا انا لسه ما نقلتش النسخة في قناة التليجرام، ولكن هنقلها بعد ما ارسل الفيديو. وبعد كده هبدأ ايه؟ انقلها ان شاء الله. تمام. هنبدأ نضغط على جي بي عبد الله الباشا. هنضغط عليه كده.
هيبدأ يفتح معاك بالشكل ده كده، وهيبدأ يظهر لك التطبيقات دي. فلازم يكون عندك تطبيق زي ارشيف. طيب زد ارشيف هتجيبه منين؟ لو ضغطنا على جوجل المتجر عفوا، وضغطنا في البحث وجبنا هنا كتبنا مثلا زي ارشيف، تمام، هيبدأ يظهر معانا. هنبدأ ندخل نثبت تطبيق زي ارشيف. تمام، بعد ما بنثبته بنيجي على النسخة طبعا، بنضغط عليها ضغطة كده بيبدأ يظهر لنا. بنبدأ نضغط طبعا هنا جي بي عبد الله الباشا. لو ضغطنا عليه كده جي بي عبد الله، هنبدأ نضغط عليه، هيقول لك تثبيت. هتيجي تثبت هيطلب منك كلمة مرور. طب ايه هي كلمة المرور؟ كلمة المرور 1 2 3 4. يبقى كلمة المرور ايه؟ 1 2 3 4. كلمة المرور ايه؟ هنعملها تاني يا شباب اهوت، وهنقول تثبيت، وهنقول 1 2 3 4، وهنبدأ نظهر كده. هتلاقي مكتوب كلمة المرور أو باسورد فك الضغط 1 2 3 4. هنقول حسنا. بعد كده هنقول أداة تثبيت الحزم. بعد كده هنقول تحديث جي بي عبد الله واتساب بالشكل ده كده. هيبدأ يتحدث معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا شباب. هنقول فتح، هيبدأ يفتح معايا عادي مفيش أي مشكلة. تمام، هنضغط على الثلاث نقاط زي ما قلت لكم. لو انتوا عايزين تتابعوا التحديثات الجديدة فتابعني على قناتي على اليوتيوب عشان تعرف كل التحديثات. طيب دلوقتي برضو عايز تتابعني على قناتي على التليجرام. هنبدأ نضغط وهنقول تحديث من قناة التليجرام. أي وسيلة هتقدر تدخلك في التطبيق على التليجرام بتاعي. تمام. طيب عشان بس الناس اللي هي لسه داخلة جديد أو مش مشتركة في قناتي على التليجرام، تقدر توصل بسهولة لقناتي على التليجرام زي ما انتم شايفين. هنرجع تاني، هنضغط على الثلاث نقاط. انا بوريكم الاماكن اللي تقدر توصل لي منها فين. تمام، بعد كده نضغط على اضافه جي بي. تمام، هنا طبعا مشاركه جي بي واتساب، لو انت حابب تشاركه مع اي حد من زمايلك. تمام، تقدر تشارك له الجروب بتاعي او القناه بتاعت اليوتيوب، القناه التليجرام بتاعتي عفوا، قناه التليجرام اهيت. تمام، تقدر تعمل مشاركه، وكمان تقدر تدخل حول التطبيق. هتضغط تم التعديل بواسطه عبد الله، هتضغط عليه يبدا يدخلك على قناتي على التليجرام. طيب هنبدا نرجع تاني، هتضغط على عرض الموقع الالكتروني. تمام، المفروض كنت حاطط موقع الكتروني ولكن غيرته بقناتي على التليجرام، ولكن ما غيرتش الاسم فمش مشكله خالص. هيبدا يدخلك على قناتي على التليجرام. هنبدا هنرجع هنا التليجرام برضو، هيبدا يدخلك على قناتي على التليجرام. برضه هتضغط كده هيبدأ يدخلك على قناتي على التليجرام. طبعا انا عايز اوصل لك ان في اي مكان او اي حتة هتقدر توصل لي بطريقة سهلة وبسيطة. لو لسه انت جديد معانا في قناة اليوتيوب ولسه ما وصلتش لقناتنا على التليجرام، فانا وريت حضرتك تقدر توصل لي ازاي. ولكن ملحوظة برضو، عشان توصل لي انا هسهل لك الامور عشان تقدر تحصل على النسخة دي، لان النسخة دي هتكون في قناة التليجرام. فحضرتك كل اللي عليك هتبدأ تدخل تتفرج على الفيديو اللي انا بشرحه دلوقتي. تمام، بعد ما اتفرجت عليه وعرفت الباسورد هتنزل في وصف الفيديو هتلاقي رابط قناة التليجرام، هتبدأ تدخل عليها وهتلاقي النسخة قدامك. ابدأ حدث النسخة. تمام، بعد ما تحدثها هتبدأ تشتغل معاك بنسبة 100%. النسخة دي خاصة بواتساب ار سي او واتساب 3 دي، النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط. فدي التحديث بتاعها الجديد وهي تحديث جي بي. تمام، بدل ما تبقى ار سي هتبقى جي بي، بدل ما تبقى 3 دي هتبقى جي بي. تمام، اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بشكل سليم. ولو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. رابط قناه التليجرام في وصف الفيديو، رابط قناه الواتساب في وصف الفيديو، جروب التليجرام في وصف الفيديو. تقدر توصل لي بسهوله وتابعني لو في اي مشكله واجهتك، واكتب لي برضو في تعليقات على اليوتيوب الرساله بتاعتك او التعليق بتاعك وانا برد على كل التعليقات. السلام عليكم.